فضيحة أخ مساعد مدرب منتخب السنغال الجزائري الذي تم توقيفه بعدما كان هو المسؤول عن الشغب في نهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال، ولذلك تم توقيفه. الأخ ديال المدرب المساعد عمروش، الأخ ديال المدرب المساعد المنتخب السنغالي قال لك مشارك معاهم وهو اللي دار هذيك الفضيحة ودار المشاكل الفوق. راه مشكلة هادشي هذا، راه ما خصناش نسكتوا على هادشي هذا، خاص كلشي تبارطاجا، خاص تكون واحد الروينة باش كيما هما بداو هذا الآخر، خاص تكون روينة. يعني الأخ ديالو مسؤول على الشغب اللي كان في الملعب، وهو اللي عيط له بالتليفون، خويا عيط له بالتليفون قال له هودهم. يعني هذا الشيء كانت مدبر، هذا الشيء علاش كنت نقول لكم في الاولى، هذا الشيء فيه حوايج كبار، كان مدبر ومخطط باش يديروا فضيحه في الملعب. وهذا الشيء راه حطاتو اسبريس، ما حطوش انايا، راه حطوا الدوله المغربيه، ما حطيناش حنا. يعني الانسان خاصو يتبارطاجا، خاصو يهضر عليه في لي باج، خاصو يهضروا عليه في السوشيال ميديا، خاصها تخروط، خاصها تبلبل. يعني هذا الشيء خاصو يتبلبل من الحقيقه، هذا هو خصو يتبلبل هذا الشيء. وحافظ الدراجه انتم تشوفوا راه واجعوا كرشو، راه يسولك علاش لاكاف ما هنتش. يا سي حافظ الدراجه انت تعرف بلا مازال شي كبير عليك، لانه انت دوكا واجعك كرشك، لانه انت مازال المهمه ديالك ما كملتش، لانه باش يخلصوك خاص لاكاف تهنى وكذا منا باش يخلصوك، مهمتك ما كملتش ياك. يا ودي والله القسم الا مازال روينه كاينه الروينه، لانه انسان ما يمكنش السي حافظ الدراجه دخلها لي راسي هذاك الجمهور اليهودي يدير الشغب غير بوحده، لو كان ما كانش واحد دمره باش يدير الشغب. يعني راه ما يمكنش. وهذا النهار ديال الجمعه السي حافظ الدراجي ما تهنئك لا كاف، ما يهنئك حتى واحد، وراه حتى الاتحاد التونسي راه ما هناهمش. يعني بزاف الاتحادات ما هنئوا السنغال، لانه الشيء اللي دارتو السنغال كبير. ها هو اليوم راه مهاجمين على واحد المراسله فرنسيه قالت لهم ما نهنئكمش على الفضيحه اللي درتوها. بحقها واش نتوما دايرين فضيحه قداش ونهنئك انايا؟ يعني وهاجمين عليها بدون سبب. هذا الشيء كانت حمله مدبره مخططه باش ديروا الفضيحه في الاخر. وراه قالها الملك محمد السادس البارح، حتى هو قالها في الخطاب ديالو. يعني قال لك انا عايقين بكم كامل اللي درتوا هذا الشيء هذا، ولكن انا بغيت هذا الفيديو تبارطاجا، بغيتكم في السوشيال ميديا تقلبوها. السوشيال ميديا خاصها تولي تهضر على هذه المواضيع، تهضر على هذا الموضوع بالخصوص باش يكون ترند. الا هذا الاخ ديالو هو اللي هودهم ودرك راه مسدود عندهم، ولينا في التحقيقات راه غادي يجبدوه، كاين كاميرات، كاين روينه، كاين هذاك الشيء. الا تجبد في هذه الفضيحه هذه خويا اسمح لي، هنا تكون حاجه اخرى وهضره اخرى ودنيا اخرى وروبله اخرى، لانه ما يمكنش السي محمد. انت واش كنت دير معاهم؟ انت شكون اللي قال لك روح تما باش دير الفوضى؟ وما تجيش تقول لي عندي ناسيوناليتي ديال دوله اخرى. هذاك اللي قطع النقود، هذاك اللي قطع الفلوس راه ضربوه ب 8 شهور، عنده جنسيه بريطانيه قال لهم كذا 8 شهور ما كانش جنسيه ديال دوله اخرى. يعني هذه الفضيحه كامله اللي درتوها وهذه البلبله كامله اللي درتوها الصحافه الدراجه ومازال تسولهم باش يهنئوا الاتحاد السنغالي. راه ما يمكنش، راه والله لا طلقناكم في هذه يا والله غير نقلبوا السوشيال ميديا، والله القسم السوشيال ميديا نزعزعوه. راه ما يمكنش. واش تا هو نحذر المغاربه ما تفاعلوش مع حافظ الدراجي، ما تفاعلوش مع حتى شي واحد في الفيسبوك، تجاهلوهم في الفيسبوك، تجاهلوهم يا الاخوان، تجاهلوهم، ما تفاعلوش معاهم، خليهم ينبحوا، ما تفاعلوش معاهم. واش هو تفاعلوا مع لي باج ديال المغرب، تفاعلوا مع لي باج اللي غادي تطلع هادشي الترند، لانه خاصو يطلع الترند، تفاعلوا معنا حتى نطلعوا الترند، وتفاعلوا اي واحد شفتوه يهضر في هذا الموضوع ديال الاخ ديال المساعد المدرب السنغالي خاصو يطلع، خاصو هذا هو اللي خاصو يطلع يبارطاجا ويبقى يطلع، لانه باش الناس تشوفوا باش نطلعوها الفوق راه سهله ماشي واعره. خاص كاع الجماهير تتلاحم ونديروا واحد الحمله كبيره باش يخافوا، باش تفضحوا مع العالم. راه ما يمكن. هو مؤامره كبيره، هذه مؤامره كبيره وبلبله كبيره، والسيد قاعد في وسط هذوك 18 سنغالي. والله القسم الا مؤامره كبيره. راه التحالف الدراجي يجب التحقيق معاه، يجب طلب العداله ويشكيو به والتحقيق، لانه دار الفتنه في المغرب، كان باغي ينوض الفتنه في المغرب، دار حوايج كبار في المغرب، يجب التحقيق معاه واخا تشكي به دوليا وخليه حتى تشدو. هادشي راه ماشي نورمال، شي ماشي عادي. يعني هادشي راه فات القياس. حتى القنوات المغربيه لازم تهضر على هذه الفضيحه ديال هذا الاخ المدرب. يعني راه ما يمكنش اسبريس جات وقال لك شقيقو وهي معروفه اسبريس وكذا منا، راه ما امبوسيبل. الى هاد السيد راه الكاميرا تما ما يمكنش داو غير خلطوا وداوه هما، يعني ما عارفينوش وما شايفينوش. هنا راه انا المدرب ديال السنغال من صرح على الشان تندخلني الشك، وقلت لكم على صرح على الشان، ولكن من دورت جبرت المساعد ديالو هو اللي دامر ويصرح على الشان، داروا هذيك الفضيحه في الباب. شكون اللي قال لهم ديروها في الاخر في ديال التي جي في، في المحطه ديال التي جي في، وكل شيء هادشي كان مخطط.
لتدمير المغرب، سبحان الله العظيم. وكل شيء هذا الشيء فشل لهم، ولكن هما اصحاب لهم المغرب ساهل، غير واحد ودخل ودير هاد المسرحيات هذه. والمشكل جابوها غير في راسهم، عقوبات اللي راه تنتظركم راه اكبر مكاس. راه 11 لاعب مهدد بالعقوبه قويه، ميندي مهدد ب4 شهور، الحارس لانه هو دار حوايج كبار. كلشي يعني هادشي راه ماشي ساهل. ولا تثبت هذا المساعد، تثبت هذا الاخ المساعد المدرب ديال السينيغال، العداله اخويا، والفضيحه تكون فضيحه عالميه. وخرج له الفيديوهات من الملعب، وخرج له اي حاجه وهضر عليها باش تفضح في السوشيال ميديا العالميه. ما نسكتوش عليها، خصنا ما نسكتوش. كيما هما يديروا يطلعوا اي حاجه كذوب واي حاجه، انت طلع الترند وصورها من الداخل جبده هكذا، عطيهم الفيديو اللي كان يدير الشغب فيه في الوسط مع الجماهير ويهدد فيهم يقول لهم روحوا هودوا ديروا الشغب. هذا الشيء كامل خاصو يتحط في السوشيال ميديا وتخرج للعلن، وعقوبات مشدده لهاد الناس اللي داروا الفتنه في الملعب وهرسوا الملعب. شيء باين. ولكن وهذا الاخ ديالو الا ثبتت في اتصال، لانه تقدر تشدو غير في اتصال الهاتف، يهضر معاه وقال له دير هادشي هذا خويا، العداله طلبت اخو.